السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب أم زياد ومطبخ جود الفرفوشة، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حلوين، يا رب ينعاد عليكم الأيام بخير وانتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. والنهاردة فيديو جديد معنا واحنا بنعمل نواعم العيد وكحك العيد والمنين، وهنعمل حاجات كتير حلوة. النهاردة هنقسم عمايل الكحك على يومين اتنين، عشان ان شاء الله هنعمل النهاردة الكحك والقراقيش اللي هو الكحك والمنين، هنعمل بقى بالعجوه وهنعمل بالملبن وهنعمل بحاجات كتير. وبكره ان شاء الله هوريكم الفيديو التاني واحنا بنعمل البسكويت والبيتي فور بتاعنا واحنا بنزوقه وبنزينه. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا نزلت عند العطار جبت الدقيق اللي انا هستعمله، هو المفروض ان هو اداني نوع الدقيق ده ان شاء الله ربنا يجعله كويس، قال لي ده المخبوزات الكحك والبسكويت زي ما انتم شايفين كده، ده دقيق فاخر درجه اولى. وجبت سمسم، انا هعمل بالصلاه على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا النبي. هعمل 4 كيلو كحك وقراقيش، 4 كيلو تمام. هنحط عليها سمسم، السمسم ده كميه كبيره طبعا، احنا هناخد نصه في العجينه والنص التاني هنحطه جوه العجوه بتاعتنا. وجبت العجوه بتاعتنا اهي، جبت 3 قوالب، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ادي 1 2 3 تمام. وهحشي وجبت عين جمل. بصوا حشوه العين الجمل بقى ندلع نفسنا بما ان احنا اللي هنعمل طبعا، فاحنا لازم نحشي بقى. انا عندي لوز، هحشي باللوز، وعندي فستق هنعمل بالفستق، عشان بيقول لك ايه اعملي كحك بالبيستاشيو، فاحنا هنعمل بالفستق عندنا. وهنعمل بعين الجمل، هنعمل احلى كحك بالمكسرات بتاعتنا اللي احنا هناكل منها كده دلع الدلع يعني تمام. وجبت ده الملبن بتاعنا اهو تمام، هنعمل بيه. والروايح بتاعتنا والحاجه بتاعتنا طبعا جبناها اهي. هوريكم طبعا العجينه وهوريكم احنا هنعمل ايه. وما تنسيش يا قلبي تصلي على النبي اللهم بارك ويحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين، وتحط اللايك يا حبيبه قلبي ويلا نبدا. حبايب قلبي احنا بالصلاه على النبي هنعمل ايه؟ هنعمل 4 كيلو دقيق. المقادير اللي انا هقولها دي ل 4 كيلو دقيق تمام. ال 4 كيلو دقيق هياخدوا 2 كيلو سمنه. ال4 كيلو دقيق معانا هياخدوا 2 كيلو سمنه. انا بعمل الكحك بتاعي بسمنه بس بسيحها، على ما بعملش بالسمنه بارده. ليه؟ عشان تقعد معايا. لو انا عامله 4 كيلو دي كميه كبيره، لو انت هتعملي كيلو ولا حاجه مش لازم تسيحي السمنه. يعني على فكره مش لازم تسيحي السمنه بتاعتك، عادي ممكن تخليها بارده، بس عشان انا الكميه بتاعتي كبيره وهتقعد معايا فتره طويله كمان بعد العيد، بألف هنا وشفا كده على ما تبقى تخلص، فهعملها بسمنه سايحه عشان ايه الريحه بتاعتها تمام. هنحط 2 كيلو سمنه هنسيحهم، وهننخل الدقيق بتاعنا ونتشاهد عليه كده ونجهزه ونوريكم الطريقه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كده اتشهدت على 4 كيلو دقيق بتاعنا وحطيت عليهم نطره الملح البركه بتاعتنا تمام اهو. جايبه هنا دي روايح كحك اهي، ريحه كحك من عند العطار اللي انا بتعامل معاه اهو. الصلاه على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت بتروحي عنده يعني مثلا انت هتعملي كيلو، قولي له مثلا انا عايزه روايح كحك على قد كيلو، على قد 2 كيلو، على حسب انت هتعملي الكميه بتاعتك قد ايه. وطبعا احنا الكميه بتاعتنا دي اللي انا قلت لكم عليها تكفي 4 كيلو. انت طبعا الكيلو دي هياخد نص كيلو سمنه. ودي ايه ريحه الموز طبعا اهي، انا ما بحبش ريحه الموز كتير فانا هحط علبه واحده بس. والكل كيلو دقيق هنحط معلقتين سكر. ادي 1 2 3 4 5 6 صح؟ يبقى لا عاوزين نزود كمان 2. 1 2 اهو. بس بنقلب بقى المواد الجافه دي على بعض وهنجيب السمنه ونحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الصوت ده؟ اللهم صل على النبي وجماله، اللهم صل على النبي وجماله. نخلي شويه سمنه كده عشان ايه نحمر فيها السمسم. بس انا عماله ايه ابس في اهم حاجه انك تبسي. انا حمرت السمسم، هو مش انا اللي حمرته، هو زياد ابني ربنا يا رب يشفيه ويهديه، بقول له لما لونه يصفر بس مش مشكله عادي يعني. المهم ان احنا ايه حمرنا شويه السمسم بتوعنا وحطيناهم وبنقلب بقى، بس منه سخن على ايدي فمش هعرف اقلب بايدي دلوقتي، بنقلب بحاجه مساعده. انا كنت من ساعتها اصلا عماله ايه ابس فيه. من اهم
اهم الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم خطوات الكحك انك تبسي فيه كده اهو، تبسيه كده، تخلي السمنه والدقيق يخش جوه بعض عشان يديكي مفعول للكحكه معاكي، ما تبقاش مكتوم. احنا كده فاضل معانا الخميره والبيكنج باودر، بس ايه بنحطهم في الاخر علشان السمنه ما تموتش الخميره بتاعتنا، زي ما انتم شايفين معانا كده. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. ادعكي كده اهو زي ما انا ما وريتك، والله طريقته سهله جدا جدا، تقدري تقومي تعمليها في كيلو دقيق مش هياخد منك ولا اي وقت. بسم الله ما شاء الله اهو. هو برد يعني ما شاء الله، يعني هو مش بارد قوي، بس يعني احنا ايدنا ايه مستحمله الايه السخونيه بتاعته. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنحط الخميره بتاعتنا وكيس البيكنج باودر. كيس البيكنج باودر ده كتير، بس عشان انا عامله 4 كيلو، بالنسبه للي هيحطوا كيلو هي بس معلقه صغيره بيكنج باودر كده عشان يخليها الكحكه نافشه وهشه كده ودنيتها جميله. وهنلم العجينه شويه لبن، وهوريكي بقى شكلها لما تتلم كده. بالصلاه على محمد وصلى على النبي يا قلبي. بصوا يا حبايب قلبي، بالصلاه على النبي انا خلصت عجينه الكحك بتاعي. بص كده، تعالى يا زوزو، بصوا كده اهي لميتها بالايه باللبن اهي. بالصلاه على النبي. بتاخدي بقى مثلا، انا عايزه اعرف مثلا انا يعني انا عملتها والله يعني بالخبره كده. يعني مثلا انا عاوزه اعرف مثلا ان العجينه بتاعتي اتلمت كده باللبن، بقوم جايه واخده حته بقى خلاص اهي اهي. ما دام لاقياها معايا كويسه اهي، ما شققتش ولا عملت خطوط، يبقى انت كده عجينتك ايه تمام اهي. ما دام ما شققتش ولا عملت خطوط، اعرفي كده ان انت عجينه الكحك بتاعتك مظبوطه اهي. بالصلاه على محمد اهي. لمينا العجينه بتاعتنا، هنغطيها بكيس بلاستيك وهنجهزها، ويلا نجهز الحشوه بتاعتنا الملبن والعجوه علشان ننقش على طول. انا حاطه فيه خميره، بس العجين الكحك بيخمر على السيجار، ما بيخمرش، ما بنسيبوش يخمر. يعني احنا هجهز الحشوه وهنبتدي على طول باذن الله في النقش على طول. بالصلاه على النبي. انا حمصت شويه سمسم في حته سمنه، وهنزل عليها العجوه بتاعتنا اهي. عايزه تجيبي السوداني وتحطيه عليها ماشي، عايزه تجيبي اي نوع من انواع المكسرات تحطها عليها ماشي، عايزه تخليها بالعجوه والسمسم لوحدهم كده برضو ماشي عادي، انت وامكانياتك. وخدت برضو معلقتين سمسم المحمصين حطيتهم على الملبن بتاعنا هنا. هعجن الملبن واحط عليه معلقه سمنه واعجن وعليه العين الجمل وهعجنه، وهنا هعجن العجوه والسمسم ووريها لكم. العجينه بتاعتي اهي هشتغل فيها على طول، والسجان بتاعتي جبتها ومسحتها بزيت اهي. وادي الحشوه بتاعتي الملبن بعين الجمل ومعلقه سمنه، والعجوه لقيت عندي حتتين كاجو وحتتين بندق كسرتهم وحطيتهم فيها. والله ما خساره، ما كنتش هحط اصلا سوداني عشان يعني ما نسيت، بس لقيت عندي حتتين مع السمسم مع العجوه. كل سنه وانتم طيبين. طيب قلبي، انا عملت الكحك ووريته لكم، ودي القراقيش اهو كده. انا خلصت يعني الكميه بتاعتي كلها. هنزل عند الفرن واسوي، وبالصلاه على النبي ان شاء الله هيطلعوا احلى شويه كحك واحلى شويه قراقيش. كل سنه وانتم طيبين. خديه بالطول بقى. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا خلصت الكحك بتاعي وعملت شوية قراقيش جنب منهم احنا بنحبها. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا ده الشكل بتاع الكحكة بتاعتي. مش عايزة أقول لكم بقى، أنا ولا بصوا أنا ولا تليفوني بيغير ألوان ولا فلاتر ولا أي حاجة، هو على كاميرا التليفون وده شكله وبين جماله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، قسما بالله. وقاعدة مسوياه كده على نار على الهادي يا زبادي، على الهادي يا زبادي. رش بقى شوية سكر بودرة وقدمي الكحك بتاعك. ده كحك بعين الجمل، ملبن محشي عين جمل. والقراقيش بتاعتك بصوا زي ما انتم شايفينها كده اهي اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش يا قلبي، ما تنسينيش من دعوة حلوة من قلبك، وتكتبي لي في الكومنتات عجبك الكحك وعمايل الكحك العيد بتاعي ولا لأ. وما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتحط اللايك يا حبيبة قلبي. كل سنة وانتم طيبين.